أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نعمل عنبة العراقي بالبيت بأسهل طريقة وما يحتاج منكم أكثر من 10 دقائق ويكون جاهز. وأكيد لفة الفلافل ما راح تكون طيبة وكاملة بدون إضافة العنبة. وبإذن الله الفيديو الجاي راح أنزل طريقة عمل الفلافل من الحمص المجروش. اتعمدت أجزء الفيديو حتى لا يصير طويل عليكم. أتمنى ما تنسون اللايك ومشاركة الفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن. وإذا كنتم أول مرة تزوروني بالقناة لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم إشعار كل ما أنزل فيديو جديد. لهذه المقادير راح نحتاج حبة من القرع وحبة من الباذنجان نقطعهم إلى مكعبات متوسطة الحجم. تقشير الباذنجان حسب رغبتكم، ممكن يتقشر الباذنجان وبعدين يتقطع إلى مكعبات، بس أنا خليت الباذنجان بالقشر حتى أفرقه عن القرع بالعنبة. وممكن تضيفون قرن فلفل حار أو بارد للعنبة ينطي نكهة حيل طيبة، بس أنا ما كان متوفر عندي. نضيف ربع كوب زيت بدست على النار وننزل عليه الخضروات المقطعة، ونستمر نقلب الخضروات لمدة 5 دقائق على النار حتى تذبل ويقل حجمه. وممكن تشترون بهارات العنبة جاهزة من العطار أو تخلطوها على إيدكم بالبيت. مكونات بهارات العنبة هي نص كوب حلبة مطحونة وربع كوب كركم، 2 ملعقة كبيرة كاري، نصف ملعقة كوب بودرة فلفل أحمر حار، وملعقة كوب ليمون دزي، وملعقة كوب ملح، ونص ملعقة كوب كزبرة اختياري. راح يطلع معاكم كوب من البهارات نضيف منه 3 ملاعق طعام لهذه المقادير من العنبة. وهسه راح نضيف كوب من خل التمر أو خل أبيض أيا كان ممكن، وبنفس كوب القياس نضيف 2 كوب ماي. البهارات اللي موجودة عندي أخذتوها من العطار، بس إذا حبيتم تخلطوها أنتم بالبيت راح أكتبلكم المقادير بصندوق الوصف. نضيف 3 ملاعق طعام من بهارات العنبة، وتقريبا ملعقة كوب بابريكا حارة اختياري إذا كنتم تحبون يكون طعم العنبة حاد. نقلب كل هذه المكونات سوا حتى يتجانس الخليط، وبس تبدي تغلي نحسب 3 دقائق ونطفي عليها النار. وبس تبغد راح تثخن وتصيغ بهذا الشكل، وأطيب بكثير من لو تشتروها جاهزة. وألف عافية. أتمنى الوصفة عجبتكم وتشاركوني رأيكم بالتعليقات، وحتى ألقاكم في فيديو جديد. دمتم في أمان الله.